لو اخترنا صح من الأول مش هنحتاج نغير الرواية. هو حبها من غير حتى ما تعمل أي مجهود. الجملة دي قالتها مريم لأحمد في مسلسل 220 يوم، وهو رد عليها وقال لها: من إمتى الحب بيحتاج مجهود؟ الحب لو متعب ما يبقاش حب. الحب لازم يبقى سهل زي النفس اللي بناخده. وهنا محتاجين نسأل نفسنا سؤال بصدق: هو احنا ليه اتعودنا نربط الحب بالتعب؟ الحب والسعادة قرار، كل واحد فينا بيقرر يدخل العلاقة بنية واضحة. لما نحدد من الأول احنا عايزين ايه، ولما نختار بوعي حد يشبهنا في القيم، في نظرتنا للحياة، في أسلوب التواصل، في طريقة حل الخلاف، في احترام الحدود والمساحة، في التعبير عن المشاعر، وقتها حتى لو اختلفنا هنقدر نحافظ على بعض. الحب مش انجذاب لحظي ولا شغف مؤقت ممكن يطفي في أي وقت. الحب أمان وراحة نفسية. الحب إنك ترتاح جنب الشخص مش تقلق من وجوده. الحب إنك تكون على طبيعتك مش في اختبار طول الوقت. لما تبقى عارف انت عايز ايه من الطرف التاني، ونيتك من البداية تكون خير ومتصالح مع نفسك، وقلبك مليان رضا بالطرف التاني. الحب الصح مش بس مشاعر حلوة في البداية. الحب الصح هو اننا نختار حد يشبهنا، يحترم اللي بنؤمن بيه، يفهم حدودنا، يدور على سلامنا زي ما بيدور على سلامه. لما النية تبقى من الأول أنا جايلك عشان نكون لبعض أمان مش اختبار، ساعتها حتى وقت التعب بنعرف نعدي سوا. الحب وعي باحتياجاتنا وباحتياجات اللي قدامنا، وعي إننا مش هنبقى نسخ من بعض، لكن نقدر نكون فريق متفاهم مطمن. لو اخترت حد بيريح قلبك ويحترم عقلك ويفهم لغتك، صدقني مش هتحتاج تغير الرواية، هتعيشها وتحبها وتكملها وانت مرتاح.